السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي إلى جميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. حلقة جديدة آه، من موضوع إخواني المتقاعدين العسكريين في المغرب. حياكم الله. وقبل ما ندخل في التفاصيل، كل الاحترام والتقدير إلى جميع الجنود المغاربة المرابطين في الحزام الأمني، وإلى الدرك الحربي والدرك الملكي، وإلى القوات المساعدة، ولا ننسى دائما القوات البحرية الملكية. تحياتي لكم من أخوكم الجندي المغربي جلال السميدة. يحييكم الأسير حرب في تندوف، 20 سنة من ضمن أسرى الحرب اللي فوتوا أكثر من 26 عام 27 عام ديال الأسر في تندوف وفي الجزائر كأسرى حرب مغاربة. تحياتي لكم إخواني الجنود المغاربة، وتحياتي إلى الشعب المغربي سواء داخل الوطن أو خارج الوطن، وكل احترام والتقدير إلى الجالية المغربية الموجودة في العالم أينما كنتم. حياكم الله. الآن الحلقة ديالي اليوم إخواني المتقاعدين العسكريين الذين كانوا بالأمس حاملين السلاح ويدافعون على الوحدة الترابية المغربية، ويدافعون على المغرب بمختلف أسلحتهم، وكانوا شباب والحمد لله أبناء المغرب. طبعا هادو جنود أبناء المغرب اللي الآن راهم متقاعدين في منازلهم. تحياتي لكم خوتي الجنود المغاربة، بما فيكم القوات المساعدة كذلك، كل من حمل السلاح ودفع في الصحراء المغربية نكن لك كل الاحترام والتقدير، وأنا واحد منكم. على أننا أعطينا الشباب ديالنا وأعطينا الحياة ديالنا فداء للوطن، فداء لوطننا الحبيب المغرب والمغاربة، تحت شعار الله الوطن الملك. بالأمس القريب كانوا هادو المتقاعدين العسكريين والقوات المساعدة والدرك الملكي بالأمس القريب كانوا حاملين السلاح ويدافعون في وسط الصحراء المغربية. فمنهم من استشهد رحمة الله عليهم. وادعيوا معايا خوتي المغاربة وطلبوا لي الرحمة والمغفرة للشهداء، شهداء الوطن الذين سقطوا برصاص العدو الجزائري والمرتزقة ديالهم. الرحمة والمغفرة لشهدائنا الذين سقطوا في وسط الصحراء المغربية. ربي يرحمهم ويغفر لهم. نعم، ومنهم من جرح. بزاف ديال الإخوان العسكريين المتقاعدين اللي مبليسين، نعم، مجروحين بالرصاص ديال العدو، وكاين فيهم اللي طايرين رجليهم، وكاينين فيهم اللي طايرين يديهم، وكاينين فيهم اللي ما كيشوفوش، وكاينين فيهم اللي مرض. نعم إخواني المغاربة، هذه الشريحة ديال المتقاعدين العسكريين المغاربة والأسرى الحرب. نحن كذلك أسرى حرب من ضمن الجنود المغاربة، غير حنا الحظ ديالنا على أننا طحنا أسرى في يد أعداء الله، في يد أعداء الوطن اللي هو النظام الجزائري الفاسد. نعم إخواني المغاربة، من هذا المنبر نحيي جميع أسرى الحرب الوحدة الترابية من 1 حتى 2400 أسير حرب عسكريين اللي كانوا كيدافعوا على البلاد وكانوا كيدافعوا على الصحراء المغربية
تحت القيادة الرشيدة والرئيس الأركان الحرب العامة وقائد الجيش ملكنا الحسن الثاني رحمة الله عليه، وملكنا محمد السادس أطال الله في عمره. هذه الشريحة اللي الآن موجودة في المغرب بما فيهم أسرى الحرب والمتقاعدين العسكريين، وفيهم بزاف ديال الناس اللي متبعين القناة ديالي على أنني أنا أخوهم عسكري مغربي وأسير حرب واحد منهم. عانينا الكثير إخواني المغاربة، عانينا الكثير، تمرمدنا وتكرفصنا عند المرتزقة وعند الجزائريين انتقاما من الشعب المغربي في أبنائه أسرى حرب. نعم إخواني المغاربة، ولهذا اليوم أنا أشكر جميع المتقاعدين العسكريين في بلدنا المغرب. تحياتي لكم خوتي العسكر المغاربة المتقاعدين بما فيكم الدركيين والقوات المساعدة. وهذا راه كان الخطاب السابق ديال سيدي محمد نصره الله، بأن هناك عائلات اللي فقدوا الآباء ديالهم وخلاو أطفال لا يعرفون الآباء، على أنهم الآباء توفوا في وسط الصحراء المغربية، ومنهم أسرى حرب اللي واحد منهم أنا، واللي الحمد لله لا زلنا مستعدين في أي لحظة للدفاع على هذا البلد وهذا الوطن الحبيب. لأن احنا كمغاربة سواء جنود أو مدنيين، الملكية كالدور في الدورة الدموية ديالنا. الملك هو الشعب المغربي برجاله ونسائه، والشعب المغربي هو ملكنا محمد السادس نصره الله، حب من حب وكره من كره. ورسالتي موجهة لأعداء الله الجزائريين، النظام الفاسد. ولهذا نحن كجنود مغاربة وفينا هاد الشريحة ديال المعطوبين الحرب لي بليسي دو غير، وفينا أسرى الحرب اللي عانوا الكثير كما قلت لكم، اللي تمرمدوا الكثير بالأعمال الشاقة يوميا ليلا ونهارا بالضرب والإهانة. نعم إخواني المغاربة، سنين طويلة ونحن نتعذب عند المرتزقة وعند الجزائريين في المدية، قصر البخاري، بوغار، وفي تندوف. نعم إخواني المغاربة، مع الجيران اللي كيطلع درك واحد في السوشيال ميديا ويقول لي خاوة العداوة هذه ديال الكراغيلة، هذه العداوة ديال الكراغيلة ما كايناش خاوة. حنا اللي كنحسوا بها وكنعرفوها كجنود مغاربة، وحنا اللي كنا في الدرارة بدين السلاح وكنتقاتلوا مع اعداء الله، مع النظام الفاسد الجزائري اللي كيصيفط لنا ابناء ديال المرتزقة باش يقتلونا. لكن الحمد لله حررنا بلادنا. الهدف المسطر قمنا به كما يجب، والواجب العسكري قمنا به كما يجب. ولو تأثرنا هذه الفئة هذه اللي طاحت أسرى عند الجزائريين، الحمد لله اللي بقى حي راه رجع للمغرب، واللي توفى في السجون توفى عدد كثير من السجناء من الأسرى في تندوف وفي الجزائر، أسرى حرب، لأن الدولة الجارة ما كتطبقش وما عندهاش باش تتعامل مع أسير حرب بالطريقة الدولية، لا، عندها غير الانتقام والسب والشتم في أعراض الناس فقط. هذا الشيء اللي كيعرفوه. وأناشد الناس والشباب والشابات المغاربة
الناس لي بروموسيو ديال التسعينات وديال 2000 وال 2010 بانه راه كانوا عندكم واحد الجنود مغاربه خوتكم ولادكم واباكم اللي كانوا كيدافعوا في وسط الصحراء المغربيه، كان فيها حرب، كانت حرب طاحنه. نعم اخواني المغاربه، وانا من الجنود اللي كانت عندي سلاح مدرع ثقيل. انا من الجنود المغاربه اللي كانت عندي الدبابه اللي 7 سنوات وانا كنقاتل بها حتى تحت اسير حرب، وانا مبليسي بالرصاص ديال العدو بعد ما انتهت الذخيره ديال السلاح ديالي. هادشي اللي خاصكم تعرفوا خوتي المغاربه. ولهذا باش تعرفوا بلا كاينه شريحه ديال المتقاعدين العسكريين الان، واحد الشريحه ديال المتقاعدين العسكريين ارفع لهم القبعه وكل الاحترام والتقدير لهم على انهم خوتي كجنود مغاربه واسرى حرب كذلك، اللي راهم متقاعدين الان في المغرب. اللي مريض نطلبوا له الشفاء العاجل، ربي يشافيه ويعافيه، واللي توفى نطلبوا له الرحمه والمغفره من الله تبارك وتعالى. باش يعرفوا خوتي المغاربه بان الابطال ديالكم، الاسود ديالكم، الجنود المغاربه اللي موقفين البلد، موقفين المغرب على رجليه. ورفع راسك عالي في العالم. اي مغربي القيمه ديال المغرب رافعها لنا سيدنا محمد السادس نصره الله. اي مغربي في العالم يرفع راسه ويفتخر براسه على انه مغربي، مغربي حر ماشي الخونه. اي مغربي في العالم يرفع راسه انه سيدي محمد نصره الله ملك المغرب. والله العظيم الى رافع رؤوسنا في العالم عكس ديال النظام الجزائري اللي في القريب العاجل غادي تشوفوه تعزل وبقى معزول بوحدو في هاد الركنه هادي. في القريب العاجل غادي تشوفوا النظام الجزائري في العزله امام العالم، حتى شي حاجه ما يدير فيها يدو تنجحلو ابدا. علاش؟ لخاطر الكره اللي فيه والبغض والحسد اللي فيهم وتجلطات دابا بالشعب ديالهم. مشات المجموعات اللي كانت خارجه في الحراك، اللي كانوا يطالبوا بالنظام يتغير، اللي كانوا طالبين من النظام ديالهم يجي نظام مدني اللي يحكم البلاد ويكون عاقل بعقله واللي يقدر يزيد الجزائر للقدام. لكن مع الاسف الحنش حيد غير الجلابه ديالو وجاب الجديد على انه نظام جديد، ولكن ما عندوش نظام قديم دخل في كرتونه جديده بحال داك الصباط القديم اللي كيحط راسو في قبسه جديده. تحياتي لكم اخواني المغاربه، حياكم الله. اخوكم الاسير حرب جلال السميداوي يحييكم من المغرب. تحياتي الى جميع الجنود المغاربه.